الذي ما عاد يقاتل على بلاده أي حين عاد يقاتل. الذي ما يقاتل على بلاده متى عاد بندقابات تقرح؟ أي حين بعد تقرح بندقة ذا قد أخرجوكم من بيتك ولا قتلت على بيتك، على شبه تقاتل بعدها. قدوا أكبر قتال في كل قوانين الأرض وفي كل دساتير السماء، قتالك على بيتك مجمع عليه في السماء والأرض، كل المذاهب وكل الفقهاء وكل المفكرين وكل الدساتير في الأرض أنه على بيتك تقاتل. فلما كتب عليهم القتال إيش حصل؟ تولوا إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل قالوا بنقاتل، لكن معنا طلب واحد مثل الطلب هذا يتكرر في كل زمان ومكان. ما هو الطلب؟ قالوا نريد قائد، نشتي قائد. طيب وذا معكم نبي؟ لا، نشتي قائد عسكري. ويكتب الله لهم قائد عسكري من السماء، يجي الأمر إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من هو ذي بعثه؟ الله. يعني القائد العسكري الوحيد الذي جاب أمر إلهي هو هذا من عند الله، قائد عسكري. خلاص كتب له. يأتي نفس المرض كما يأتي في كل زمان ومكان. قالوا أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك عنه، احنا أحق بالملك، ولم يؤت سعة من المال. طبعا الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، ماشي، يجبك المرض نفس المرض الذي مشوا حقت له. ولو قد القائد جاء من عند رب العالمين مشوا حقت له، لو تفعل ما فعلت. ثم هؤلاء الذي ثبتوا قالوا داموا قد كتب القتال وقد جاء قائد قد كتبه لنا رب العالمين توكلنا على الله. خرجنا. خرجوا مع طالوت، فأراد أن يختبرهم اختبار قبل الدخول إلى المعركة، يعرف صدقهم، هم ناويين قتله ولا ماشي. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. رخص لهم، فانقسموا إلى 3 أقسام. قسم شربوا ملوها ما معها لا بطنها يملاها، قال هذا من شمعي ارجع، الله يفتح عليك من حد جيت ارجع. وجزء فعلوا شربه بالكف، وبعضهم سمعا وطاعة أوامر عسكرية، نسمع ونطيع. تجاوزوا النهر بدوا على جالوت وجنوده قوم لا يعدوا ولا يحصوا كعد الحصى. هؤلاء الذي فعلوا الشربة قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. وهؤلاء الذي صبروا من البداية، كتب القتال قالوا بنقاتل، قائد فلان قالوا جاهزين، ما تشربوا قالوا حاضرين، رأوا العدو قالوا كم من فئة قليلة قلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ورفعوا أكفهم إلى السماء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإيش الذي حصل؟ كم كانوا هؤلاء؟ 313، وكانوا في البداية كم؟ 80,000، وصبروا في الأخير 313 الذي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظروا ما الذي حصل من المفاجأة. قال تعالى فهزموهم. كيف وقعت الهزيمة؟ قال وقتل داود جالوت، واحد حجره رجم في راسه وقتله وانتصروا. طيب هذا الذي رجم، هذه رسالة للمجاهد في سبيل الله الذي يرمي ببندقه وعياره وهاونه وبندقيته، أبشر. قال الله عز وجل وقتل داود جالوت. وإيش الذي حصل لداود؟ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولذلك أبشر أيها المجاهد في سبيل الله، من رفع راية الجهاد لن يخيب لا في الدنيا ولا في الآخرة.